ازيك يا ام اسماء؟ في حاجه ولا ايه؟ لا لا مفيش. تعالي اتفضلي، اعمل لك حاجه تشربيها؟ شكرا يا ابني، عاوزة اتكلم معاك في حاجة بس يا رب ما تكسفني. خير. انا بقالي 35 سنة قاعدة في العمارة، عمري ما عملت مشاكل مع حد ولا ظهر عليا حاجة وحشة، فانا كنت جاي اكلمك في الايجار قبل ما الشهر ما يخلص. انا كنت بدفع 50 جنيه وعارفة ان هما مش حاجة، فجمعت لك 625. خدهم وان شاء الله الشهر اللي جاي احاول الم على نفسي واجيب لك اكتر، بس بالله عليك ما تمشيني. انت ليه بتقولي كده؟ هو انا اتكلمت معاكي في جر؟ اصل ام السيد في العمارة اللي جنبنا ايجار قديم، فصاحب العمارة قال لها هتدفع 2500 زي الناس هتمشي ومشاها، فانا خفت تعمل زيه وتمشيني، وانت عارف ان انا ماليش مكان غير هنا. طب هاتي 100 جنيه اتفضل. عشان تطمني، دي ايجار شهرين جايين. ليه يا ابني؟ خد ده حقك. هقول لك على حاجه، انا المفروض دلوقتي اعمل معاك عقد جديد وادفعك 2500 زي اي حد، ولو ما دفعتيش هجيب اي حد تاني مكانك، صح؟ صح. زي ما انا اتنازلت عن 2500 وجبرت بخاطرك وخدت 50 جنيه بس، ربنا بيجبر بخاطري وبيرزقني بال30 وال40 الف، ودي مش شطاره مني، لكن عشان ما جيتش عليكي. روح يا ابني، ربنا يكرمك ويوسع عليك. لو مش عايزه تدفع ال50 جنيه ما تدفعيش، انا باخدها منك عشان ما تحسيش انك اقل من حد في العماره، بالعكس كمان العماره بتاعتك، في اي وقت لو محتاجه مني حاجه شخصيا انا تحت امرك. والله بدعي لك من قلبي، ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ودي رسالة لكل واحد صاحب عمارة أو شقة ساكن فيها حد غلبان على قده، انت لما بتتعاطف معاه في موضوع الإيجار ربنا بعوضك بأضعاف مما تتخيل، بسبب انك جابر بخاطره وبتاخد منه حاجة رمزية. جبر خواطر على الله، فاللهم اجعلنا من جابرين الخواطر.